السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبائي الكرام، اليوم نهار الجمعة، كثروا عليه الدعاء والصلاة. ربي يتقبل منكم منا صالح الآمال. اليوم جبت لكم قصة رائعة جدا وفيها عبرة وحكمة. يحكى أن رجلا أراد الزواج من ابنة رجل آخر، فوافق الأب وبارك على زواجهم مقابل مهر لابنته عبارة عن كيس من بصل. مر عام على خطوبتهما وتزوجا. بعد مرور عامين من زواجهم اشتاقت الفتاة لأهلها وطلبت من زوجها أن يرافقها لزيارتهم، خاصة أنه قد أصبح لديهم طفلا رضيعا. كان لابد أن يعبر نهرا يقطع ما بين دارهم ودار والديها مسافة، فحمل الرجل طفله وترك وراءها امرأته تقطع النهر بوحدها، فنزلت قدمها وسقطت في الماء، وعندما استنجدت به رد عليها: أنقذي نفسك بما ثمنك إلا كيسا من بصل، إلا أن الله سبحانه أرسل إليها من أنقذها لتعود إلى أهلها. وبدأت تحكي لأبيها ما حصل لها. قالت: يا أبي، عندما أتينا إلى هنا سقطت في الماء، وعندما طلبت رجلي أن ينقذني قال لي إنك تساوي ثمن كيس بصل. وعندما قال الأب لزوجة ابنته: خذ طفلك ولا تعود إلينا إلا ومعك كيسا من الذهب. مرت الأيام والطفل بحاجة لأمه، وكلما حاول الزوج الزواج مرة ثانية كان الرفض من الزوجات التين يريد الزواج بها. وكانت سمعتهم سمعة غير طيبة بالنسبة للنساء الذين يريدوا الزواج بالرجل، لأن زوجته الأولى وأهلها ذوي سمعة طيبة، وما حصل من سوء التفاهم سيكون حتما هو السبب. لابد له أن يجمع كيسا من الذهب ليستطيع استرجاع زوجته. وفعلا مرت السنة، اشتغل ليلا ونهار حتى استرجع واستطاع أن يملأ كيسا من الذهب. عندما قدم كيس الذهب لزوجته وأهلها وافق الأب أن تعود ابنته إلى بيت زوجها. وفي الطريق العودة، وعندما أرادت أن تضع رجلها في الماء في النهر لتعبر النهر، قفز سريعا ليحملها على ظهره ويعبر بها قائلا: حبيبتي، أنت غالية ومهرك يقسم الظهر، فقد دفعت فيك ذهبا.
عندما سمع الأب بذلك ضحك وقال: عندما عملناها بأصلها خان، وعندما عملناها بأصله صان. والحكمة بتقول: فعلا إذا كرمت الكريم ملكنه، وإذا كرمت اللئيم تمرد. حياتنا مليئة بالعبر، وكل حياة بعبرة، وكل قصة بعبرة. أحبائي الكرام، اللغز لهذه القصة هو كي زوج الطفلة، زوجها قيس كيس تاع البصل. الرجل ولا يعايرها بصح كي الاب قال: عاود جيب لي كيس تاع الذهب باش نعطيلك بنتي، ثم دار لها قيمه. شفتو هو كي زوجها بالقليل ضحك عليها، لان كاين الناس يديروا هذا الصوالح، يقولها: واش مهرك جبتك غير هاك، واش مهرك جبتك غير هاك. هما الناس ما حبوش يتشرطوا، زوجوها لك على قد الحال. فهمتوا احبائي؟ ما خاصكمش تعايروا المرأة. وحده كي مدلك وحده، عفوا واحد الاب كي مدلك بنته بمهر قليل، عرف باللي انسان منظم وانسان ما يشوفش عينه حاجه كبيره. بصح الا عطاها لك بالمهر كبير ماهوش بحالك. خفوا شويه عليكم، لان قليل ربي سبحانه هو قال: خاتم تاع الحديد فيها بركة. القناعة كنز لا يفنى. أحبائي الكرام، تهلاو في روحتكم أعزائي، ونتلاقاو في فيديوهات واحد أخرين إن شاء الله، فيديوهات وحكايات وعبر وأمثال. تهلاو في روحتكم. نحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم أحبائي الكرام. كما قلت لكم، كل شيء هو القناعة، كل شيء هو القناعة، لأن قناعة كما قلت لكم كنز لا يفنى. بقوا على خير، نتهلاو في صحتكم وتهلاو في روحتكم، ونتلاقاو في فيديوهات واحد أخرين إن شاء الله. دمتم في رعاية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقوا على خير.